يا صديقي يا زملكاوي، يا مش عارف اقول لك ايه، يعني مش عارف اقول لك ايه. يعني يا جماعه يا جماعه يا جماعه، إيه اخطاء التحكيم موجوده في كرة القدم في كل بلد في الدنيا. انت بتتجامل تحكيميا وانا بتجامل تحكيميا، كلنا بنتجامل تحكيميا. ما تقعدش تقول الاهلي بيكسب بالتحكيم وكل بطولاته في التحكيم. يا عم اتقي الله، يا عم بقى، يا عم بقى، يا عم اتقي الله. لما تبص البطولات اللي الاهلي مش موجود فيها اساسا، انت ما بتاخدش اي بطوله يا عم. يا عم طب ما هو الاهلي ما كانش في كاس مصر الموسم اللي فات يا عم الحاج، انت عملت ايه؟ ما طلع الجيش طلعتك بضربات جزاء يا عم الحاج، ب5-3 يا عم الحاج. وبعد ما المباراه خلصت 1-1 وانت كنت كسبان 1-0 بهدف ايش وباين ولا مش عارف مين في الدقيقه 80، وطلع الجيش اتعادل في الدقيقه 96 بغلطه الزناري باين، مصطفى الزناري باين. الدفاع بتاعك الهفق ده. يا عم يا عم ما تتقوا الله يا جماعه، ما تتكلموا كلمه الحق يا جماعه. مش عشان النهارده الاهلي ماشي يا عم، انا بقول لك انا اهلاوي بقول لك المصري ده ضربه جزاء، انا مش هقول لك كده. ماشي يا عم عادي، ما تجيبوا ما احنا قلنا جهاد خبير تحكيمي. لكن مش كل واحد هيطلع بقى ايه يقول لك يا عم ده الاهلي بيكسب بالتحكيم. ما انت بتكسب بالتحكيم، ما انتش فاكر وقعه القندوسي وحسام عبد المجيد اللي نزل سجد سجده شكر لله عشان عشان ما اتطردش وكان المفروض يتطرد. ما انتش فاكر قاعد تقول لي اسمه ايه ده محمد حمدي قفص صدر 3 ضلوع اتعمل وهو يعمل عمليه عشان دخل عليه في ماتش اللي فات بتاع طلائع الجيش. طب ما انت يا عم الحاج، طب ما انت يا عم الحاج، ما انت احمد الشناوي في 2015 واتاكدت من الموضوع ده، قعدت ابحث لغايه لما اتاكدت في الكونفدراليه. فانت في مباراه من مباريات الكونفدراليه احمد الشناوي دخل على اللعيب جامد لغايه لما شقلط اللعيب وقع على دماغه، جاله شلل رباعي، وما اعتقد اللعيب ده مات بعد 6 شهور. انت عندك مصايب يا عم الحاج. ما تشوف يا عم رضا عبد العال اللي اتكلم على التحكيم كان بيجاملنا ازاي، وضربات الجزاء وقع في ضربه الجزاء جوه ضربه الجزاء. وانت عندك فاروق جعفر نفسه يا عم الحاج بيقول لك ولا ليه ضرب ولا ضربه جزاء صحيحه. يا عم التحكيم بيقف معاك، اجيب لك بلاوي زرقاء يا عم الحاج. انا ممكن اجيب لك بلاوي زرقاء يا عم الحاج. ده في مذيع في ماتش من الماتشات بتاعه الزمالك ملهاش علاقه بضربه الجزاء يا عم الحاج، قال لك احنا في رمضان يا عم، ملهاش علاقه هو اللي وقع من نفسه يا عم، كان مصطفى فتحي يا عم الحاج. اجيب لك مين تاني يا عم الحاج؟ انت عندك اكبر بالونه، عندك زيزو، ما كل ضرب وسيف الدين الجزيري يا عم الحاج. ايه يا عم كل ضربات جزاء وهميه يا عم الحاج؟ انت عندكم بلاوي يا عم الحاج. انت جاي تكلمنا على غلطه النهارده؟ فاهم انت قصدي؟ يعني فيها غلطه. يا عم انت في ايه يا عم الحاج؟ انت عندك بلاوي زرقاء يا عم الحاج. بقول لك ايه، انا ممكن يعني اعمل لك فيديو 100 ساعه باخطاء التحكيميه بتاعتكم اللي الحكام كلها بتجاملك. ما انت عندك يا عم الحاج احمد عادل، يا عم الحكم محمد عادل اللي بيقعد يحتويكوا يا عم الحاج. ما تصلي كده على النبي يا عم واهدى كده، وبلاش افضحكم في التحكيم بتاعكم. ماشي؟ اهدى كده وهديها. ها سلام.